طب هسألك سؤال في البيزنس له علاقة بالماركتينج، وان احنا بقى فتحنا في القصة دي، ولان بسمع كتير جدا جدا صحاب البيزنس يقولك ايه، انا لو معايا فلوس يبقى هحطها في البيزنس كاستثمار، مش هدفع فلوس في الماركتينج عشان البيزنس اولى. فايه رأيك في القصة دي؟ بصي، هي الناس لما تحط الماركتينج في الخانة الصح هترد على نفسها. هو اولا الماركتينج ما بيتحطش في خانة الاكسبنسز، هو بيتحط في خانة الانفستمنت، ده اسيت. انا لما بانفست في الماركتينج انا بانفست في الداتا، بانفست في الكلاينتس بتوعي، بانفست في الستورز اللي انا بعملها، بانفست في كل حاجه. فهو انفستمنت، دفعت فلوس وما جبتش منها حاجات بس كسبت منها داتا، كسبت على اللونج ران. مش لازم اكسب حالا، هي الناس مشكلتها مستعجله المكسب، فاول ما بيستعجل المكسب ما بيفهمش الموضوع صح. عشان كده بقول لك، هو بس لو حط الماركتينج في الخانه الصح هيحل الموضوع، والهاسل دي هتخلص، والبيضه ولا الفرخه دي هتخلص طول الوقت يعني. فاكيد يحط فلوس في الماركتينج طبعا، هو استثمار طبعا.